بصوا حبايبي، ادي كانت الكفته المشويه على السطح اهوت معانا على الفحم. اتمنى تجربوها وهتعجبكم قوي، ريحتها جميله وطعمها اجمل. وانتظروني في وصفات احلى واحلى. وكنتم مع سلوى في المطبخ، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم حبايبي، واهلا بكل متابعين قناه سلوى في المطبخ. النهارده بقى سلوى مش في المطبخ، سلوى على السطوح زي ما انتم شايفين. النهارده هنعمل كفته مشويه مع بعض على الفحم اهو زي ما انتم شايفين على الشوايه. طبعا الجو خلاص، احنا بدانا ندخل في الصيف والجو بدا يحرر شويه، فقلنا بقى نطلع من جو المطبخ. برضو انتوا عارفين ان انا بحب المشويات، بحب اعملها على السطح وكده. فاي واحده عندها سطح حلو كده تستغله كده بقى وتعمل جو حلو. وخاصه الجو بقى يعني بقى صيفي شويه اهوت. فاتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم باذن الله، بتكات حلوه كده وتجربوها معايا ان شاء الله وتعجبكم. وكمان السطح انتوا عارفين بيبقى ليه طعم ومذاق حلو قوي، خاصه كده يعني اللي الناس اللي متغربه او الناس اللي وحشها السطح والمكان الحلو. فاحنا بنحاول برضو نرجع تاني مع بعض. انا لقيت يعني ناس كتير عجبها من المتابعين الحلقات اللي انا عملتها على السطح، السمك البلاميط اللي عملته على السطح والحواوشي اللي كان على السطح. لقيتهم اللي هم حبوا الجو ده وقالوا لي ده بقى مريح للعين، ورجعتنا للذكريات الحلوه والقعده الحلوه البلدي بتاعتنا. فانا مش هرمكم من حاجه اهوت، انا بستمتع معاكم بالجو ده. فيلا بقى ندخل على وصفتنا عشان ما اطولش عليكم. المكونات اللي معايا اهوت يا حبايبي، انا معايا نص كيلو لحمه مفرومه اهوت، نص كيلو لحمه مفرومه. وكمان معايا بصلايه مبشوره، بصلايه كبيره حلوه كده مبشوره، بشرها واخدت الميه بتاعتها علشان اتبل بيها الكفته المشويه. بشرت البصله واخدت الميه بتاعتها. بتاخدي الميه بتاعتها ازاي؟ بتبشري البصلايه او تضربيها في الكبه وبتركيني وبترش عليها شويه ملح، ذره ملح بسيطه كده. وبعد شويه 5 دقايق كده بتعصريها وفي مصفى وبتنزل لك التفل بتاعها او الميه بتاعتها اهو. تمام كده. ومعايا هنا معلقه صغيره خالص من السكر، معلقه صغيره. تمام. ومعلقه كبيره من معلقه الاكل ديت خل الابيض العادي خالص. تمام. ومعايا التوابل بتاعتي هنا ملح وفلفل اسود وبهارات لحمه وسنه زنجبيل، سنه قرفه، سنه توم باودر وبصل باودر. تمام. وممكن وكمان هستخدم الكاتشب او معلقه صلصه. فانا حابه في وصفتي انا النهارده ان انا استخدم البواقي الصغيره بتاعت الكاتشب، او لو عندك كاتشب خدي منه معلقه صغيره. لو حابه كاتشب اكتر من كده حطي معلقه كبيره. بيدي طعم حلو قوي، والسكر حلو قوي علشان بيبقى طعمه حلو في المشويات. تمام كده. فاحنا اول حاجه هنعمل التتبيله بتاعتنا اللي احنا هنغلف بيها او هنصبع بيها الكفته المشويه. تمام. فانا معايا اهوت ميه البصل هناخد كده. هنفتح بقى الكاتشب بتاعنا اهوت اهو. وهنعمل ايه؟ هننزل كده بسم الله. على فكره انا متعمده ان انا اعمل في الجو الشمسي ده، لان الجو الشمسي ده بيكون حلو قوي. فانا مش حابه ان انا اعمل اخر النهار، انا بصور دلوقتي حوالي الظهر فالشمس حاميه شويه. فانتوا لو معاكم اطفال او السطح بتاعكم تقدروا ان انتوا تغطوه بحاجه، غطوه علشان الشمس ما تبقاش حاميه على الاطفال. لكن انا بالنسبه لي انا بحب الجو ده، بحب الوقت الشمسيه ده. تمام اهو. انا اخدت 3 بواكي من الكاتشب الصغير اهي. تمام كده. وهناخد معلقه الخل الكبيره، وهناخد السكر معلقه السكر الصغيره، وهناخد التوابل اللي معانا اهي. وهنحط كمان هنا توابل، بقيه التوابل. يعني انا قسمت التوابل شويه هنا وشويه ايه هنا على البصلايه، شويه على ميه البصل وشويه على التفل بتاع البصل، علشان برضو ميه البصل تكون متبله معايا واخده طعم حلو واخده طعم التوابل والبهارات بتاعتي. تمام اهو كده. تمام بقى ان احنا نلم الحاجه بتاعتنا. اهم حاجه ما تخليش كركبه حواليكي، انا ما بحبش الكركبه انتوا عارفين. فانا بحاول ان انا اخلي الحاجه كده نظيفه حواليا، مش في اي كركبه. ده نص لحمه مفرومه، انا حاطه عليه بصلايه واحده. عايزه تحطي انت بصلتين كبار حطي بصلتين، لكن انا مستكفيه ببصلايه واحده كبيره. تمام اهوت. ثواني، انا بحب ان انا انضف المكان اللي انا قاعده فيه اهوت. هنقلب بقى كويس كويس جدا جدا البصلايه بالتوابل ديت. بصوا حبايبي دلوقتي انا لبست جوانتي اهوت وقعدت دعكت البصلايه كويس قوي بالتوابل اللي احنا حطيناها في اللحمه. تمام كده. عايزه تسيبيها في التلاجة شويه على رف التلاجة كده
تتشمع شويه سيبيها. بس هي اصلا كانت اللحمه عندي في التلاجة، فهي لسه ساقعه اهي، محتفظه بالسقايه بتاعتها. تمام، عايزه تسيبيها شويه تتشمع شويه سيبيها براحتك انت. تمام. وعندي السياخ اهيت، السيخ ده مش غالي حبايبي، ولو ما عندكيش السياخ ديت ممكن تستخدمي العيدان الخشب، بس تكون لو لسه جديده تستغليها تبليها شويه في الميه قيمه ساعتين ولا حاجه، لو العيدان لو العيدان خشب. بصوا يا حبايبي انا صبعت اهوت. بصوا لما تيجوا تاخدوا قطعه اللحمه على السيخ ما تاخدوش كره كبيره كده وتصبعوا بيها، لا خدوا قطعه صغيره كده وبلي ايديكي من التتبيله الحلوه اللي احنا عاملينها مع بعض دي وتصبعيها كده. تمام، وتضغطي عليها كده خليها متجانسه مع بعض اهيت اهي زي ما انتم شايفين اهوت. شايفين المنظر؟ تبلي ايديكي كده تتبيله كده عشان تعطيها طعم حلو قوي. وعلى فكره اللحمه كمان المفرومه لازم يكون فيها نسبه دهن بسيطه عشان تعطيها طعم حلو وكمان ما تفكش منك. تمام كده اهو. شايفين المنظر بتاعها؟ ما شاء الله عليها جميله جدا جدا. وبتحاولي بقى ان انت تعمليها كده علشان تعطي منظر حلو زي بتاعه الكبابجي اللي بره اهو. بص شايفين المنظر؟ تجزئيها كده منظرها ما شاء الله عليه تحفه اهو. تمام، احنا هنحطها بقى بسم الله اهو. خليها كده احسن علشان السيخ ما شاء الله كبير. تمام، انا هعمل بقى السيخين اللي عندي دول كمان وارجع لكم تاني بعد ما نخلص باذن الله. تمام كده. بصوا يا حبايبي انا بشتغل في السيخ التاني اهوت. اعملي كده بس اهم حاجه وتفردي على تحت كده وتبلي ايديكي زي ما قلت لك. من التتبيله دي جميله جدا وهعطيها طعم حلو وهتعطيها ريحه حلوه وطعم حلو اهي. شايفين الشكل جميل ازاي؟ والطعم طبعا اكيد روعه واجمل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي يا حبايبي ما تسيبهاش لحد ما تتحمر وبعدين تقلبي، لا ايديكي فيها كل شويه. اول بس ما تبدا تتشمع كده التشميعه ديت تقلبي، لان لو سبتيها اتحمرت من ناحيه بحالها وخدت سوا كامل وبعدين جيتي تضيريها هتفك منك وهتقع. لا تقعدي تقلبي فيها كل شويه كده، ايديكي فيها كل شويه اهي. شايفين دي لسه حطاها؟ شايفين الفرق ديت عامله ازاي ودي عامله ازاي اهي؟ شايفين الفرق؟ دي متشمعه ازاي ودي لسه ازاي؟ فبروح مضيره كده اهي زي ما انتم شايفين اهو. اهم حاجه بس اللي انت تعملي كده اهي ما شاء الله عليها. على فكره السيخ ده مش زيهم اهوت زي ما انتم شايفين. السيخ ده بتاع الشوايه بتاعت الفراخ بتاع الفرن، سيخ شوي الفراخ بتاع الفرن انا استخدمته برده اهوت، مش هيقول لا اهو. ما شاء الله نفع اهوت معايا وبقى حلو. بس بصوا حبايبي دلوقتي انا بقلب فيه من وقت للتاني. ده السيخ ده استوى اهوت عشان كنت حاطاه من الاول. طب انت هتطلعيه ازاي من على السيخ؟ هيبقى سخن جدا. يبقى معاكي رغيف عيش كده عادي خالص اهوت وتروحي عامله كده بسم الله الرحمن الرحيم مع طبق التقديم بقى كزبره او بقدونس كده علشان يبقى شكله حلو. وتعملي كده بسم الله اهوت. تسحبي كده بقى بالراحه خالص اهو عشان هيبقى سخن معاكي، هيبقى سخن على ايديكي جدا اهو زي ما انتم شايفين اهو. بشيل انا بقى ده الرغيف اهو شايفين المنظر؟ ادي كده اول صوبع معايا او اول سيخ معايا. بتقدميه بشكل حلو بقى اهو. ايه رايكم؟ عايزه تقطعيه بقى قطعيه انتوا حره، لكن انا شايفه كده هو شكله حلو صراحه. فانا برضه هقعد اقلب في التانيين كده اهو. ده كمان يعتبر خلاص استوى، فاضل بس جنب صغير. ما تسيبهاش كتير لحد ما تنشف منك عشان ما تبقاش اللحمه ناشفه كده وبتشد معاكي، لا خليها كده جوسي وطريه كده وحلوه. تمام، انا هاخد السيخ ده بقى علشان اسيبه يبرد علشان اعمل كمان عندي قطعه اهي فاضل كمان شويه اهو زي ما انتم شايفين. فانا هكملها انا بس اما السيخ يبرد شويه. تمام.